باريس سان جيرمان بطل دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي والثانية بتاريخ النادي. باريس سان جيرمان وبنقاشات كثيرة حكيتها مع أصدقاء لإلي، قلت لهم هيدا النادي راح يحقق إنجازات هائلة بالمستقبل، رغم إنه ما كانوا يشوفوا فيه إلا الفشل، ولكن أنا بقولكم إنه الأموال تصنع المستحيل. باريس سان جيرمان عمل انجاز رائع له بانه حقق دوري الابطال على التوالي مرتين ورا بعض، وهيدا انجاز يحسب للويس انريكي ولاداره باريس سان جيرمان، واكيد هارد لك لجماهير الارسنال اللي انا كنت بتمناها الحقيقه يتحقق اللقب، ولكن ما كانت من نصيبهم، وكانت بالركلات الظالمه صراحه يعني خسر الارسنال. ولكن تردد الارسنال هو يلي وصله لهون. الارسنال كان عنده خوف، كان عنده تردد، خلاه يدفع الثمن غالي. باريس سان جيرمان كان هو الاكثر ثباتا، وهو اللي خلاه يحقق هيدي البطولة. بكل الاحوال الف مبروك لباريس وجماهير باريس سان جيرمان، وهارد لك لجماهير الارسنال، ويعطيكم الف عافية.